السلام عليكم التلاميذ. ثانية بكالوريا، سواء كنتي باك علمي أو أحرار. بالنسبة لهاد الحصة إن شاء الله غنشوف فيها المعادلات اللي مهم، يعني المعادلات اللي غتحتاجهم في الباك وخاصك تكون ضابطها. في هاد الفيديو غنشوفو المعادلات اللي شتي في الكوليج واللي فهمتش، يعني اللي شتي ما حدكش للكاترين. ياك أول معادلة اللي غنشوفو اللي هي عندنا كتبنا على شكل AX بلس B إيكالا زيرو. بالنسبة لهاد النوع ديال هاد المعادلة هي كتسمى هادي اللي كتبناها على هاد الشكل اف دو اكس إيكالا ا اكس بلس بي، كتسمى فونكسيون افين. غتكون سمعتي بها. فونكسيون افين اللي هي كتسمى دالة تآلفية، بالعربية دالة تآلفية. بالنسبة للدالة التآلفية تقدر تشوفها في الفيزيك، ولا كتبناها عاوتاني على هاد الشكل إكغيك تساوي لنا هي ا اكس بلس بي، اللي كتسمى معادلة المستقيم، يعني ليكواسيون دو لي، يعني هي معادلة ديال المستقيم. بالنسبة للحل ديال هاد المعادلة نفس الميثود، يعني كما عطاك يعني الكتاب، سواء 3 اكس زائد بي سواء 5 اكس كما عطا لك، يعني نفس الميثود راه ما غاتختارش. الا بان لك هذا الشكل يعني نفس الميثود. هنا ا اكس بلس بي ايكالا زيرو ايكيفالون كيف ان ا اكس ايكالا، بالنسبه لهاد بي نحولوها للطرف الاخر، الا حولنا للطرف الاخر كتغير لها الاشاره، كانت زائد كتولي ناقص، كانت ناقص كتولي زائد، كتولي عندنا هي ناقص. يكافئ لينا هادشي ان اكس كتساوي لنا هاد غنهبطوها لتحت، يعني نقسموه، تساوي لنا هي ناقص بي مقسومة على بالنسبة لأ عندنا واحد الشرط هنا، أن افيك كتخالف لينا الزيرو. بالنسبة لهنا الحل هنا شنو هو؟ كنديرو مجموعة الحلول اللي هي اس تساوي لنا هي ناقص بي على نشوفو ليكزومبل في هاد الحالة. أول اكزومبل ناخدو هاد الاكزومبل 3 اكس زائد 4 إيكالا زيرو. حل لي هاد المعادلة. بالنسبة للحل ديالها راه ساهل، نجيو بحال هكا، هاديك شكاف لينا لنا 3 اكس غتساوي لنا هاد 4 نحولوها للطرف الآخر اللي هي غتولي ناقص 4. ياك نجيو عاوتاني هنا غتولي عندنا هي اكس كتساوي لنا 3 نهبطوها لتحت، 3 إلا هبطناها لتحت تولي عندنا هي ناقص 4 مقسومة على 3. من جات هادي الدراري باش تفهموا، يعني التبسيط ديالها كاع، بغينا كاع نبسطوا هاد المعادلة. إلا ما فهمتيش هاد الميثود باقي، يعني باقي لك ما نديرو ميثود أخرى يعني اللي ساهل. بالنسبة لنا للحل هذا نكتبو لكم اللي هو اس اش غيساوي لنا مجموعة الحلول اللي هي ناقص 4 على 3. بالنسبة لميثود أخرى يعني ساهلة، اش قلنا هي 3 اكس زائد 4 تساوي لنا زيرو. ميثود اخرى يعني اللي مكنتيش فاهم هذيك، اول حاجه شنو كدير؟ ايكيفالون، كتجينا 3 اكس زائد 4، حنا بغينا غير اكس، حنا بغينا نعرفوا المجهول اكس شحال كيساوي. هادي زائد 4 ياك تساوي لنا زيرو. شنو كدير يعني باش نحيدو حنا 4؟ خاصنا نحيدو 4 هي الاولى، غنديرو ناقص 4 باش نحيدو، كنديرو المقابل ديالها وكنديرو ناقص 4 في الطرفين بجوج. يعني شنو غتولي عندنا؟ ناقص 4 مع ناقص 4 تعطينا زيرو، وهنا غتولي عندنا هي 3 اكس تساوي لنا زيرو مع ناقص 4 هي ناقص 4. دابا شنو غنديرو باش نحيدو الثلاثة؟ غنضربو في المقلوب ديال 3، غنجيو هنا غنضربو في 1 على 3 ياك، وهنا غنضربو في 1 على 3. هاد الميثود يعني هي شوية طويلة، ولكن هي باش غتفهم يعني كيفاش داكشي دقة دقة، يعني كيفاش غنحيد، كيفاش غنجبدو اكس دقة دقة. يعني هنا 3 مع 3 غادي تختزل، غتبقى عندنا اكس. الحل شنو هو؟ يعني اكس كتساوي لنا هي ناقص 4 على 3. صافي هذا هو الحل ديال هاد النوع ديال ليكواسيون. بالنسبه للميثود هادي شويه يعني كان عقلك ثقيل،
تقدر تبدا بحال هما، كان عقلك خفيف يعني دير الأخرى الميثود الأولى اللي شفنا، اللي هي اس مجموعة الحلول ناقص 4 على 3. نمشيو دابا ليكزومبل نمشيو لنوع آخر ولا نديرو لكم ليكزومبل آخر بلاتي. إكزومبل آخر إلا مشى بحال هكا، جوج إكس زائد 5 تساوي لينا 6. بالنسبة للنوع هاد المعادلة راه بحال الأخرى تقريبا، غير هنا إيكالا 6 يعني 6 جا داروها كنكت كتساوي الزيرو، راه هي نفس الحل ديالها. شنو غندير؟ نقلبو على إكس اللي هي جوج إكس تساوي لنا 5 نحولوها للطرف الآخر اللي هي 6. 5 إلا حولنا لطاش ولا عندنا ناقص 5 تكافئ لينا اللي هي جوج إكس ناقص 5 مع هادي تعطينا هي 1. تكافئ لينا أن هاد الجوج نقسموها على 1 يعني إكس كتساوي لنا هي 1 على جوج. صافي راه باينة، هذا هو الحل يعني اس مجموعة الحلول تساوي لنا هي 1 على جوج. كنديروها بين معقوفاش بين لي زاكولا. نمشيو للحالة الثانية ديال المعادلات اللي غنقدروا غادي نشوف واحد النوع ديال يعني معادلة يعني شكل في شكل، يعني هي اكس زائد بي فوا سي اكس زائد يعني حدودية من الدرجة الأولى فوا حدودية من الدرجة الثانية من الدرجة الأولى حتى هي كتساوي لنا زيرو. غنشوفوا هاد المعادلة طريقة الحل ديالها. ليكزومبل جوج اللي هو نشوفوا اكس بلس بي عامل لي سي اكس بلس دي إيكالا زيرو. شوفوا هاد النوع كيفاش غنحلوه. هادي اش كافئ لنا الحل ديال هادي. كنشطو هاد ليكواسيون الأولى اللي سميتها اكس زائد بي كنديروها كتخالف الزيرو ديفيرون دو زيرو، وهنا كنديرو هاديك او لوجيك. دابا غنشوفو النوع الثاني ديال المعادلات اللي هو هاد النوع اللي هي اكس بلس بي عامل ل سي اكس بلس دي إيكالا زيرو. بالنسبة للحل ديال هاد النوع أول حاجة شنو خاصنا ندير؟ بالنسبة للحل كتكون عندنا ا اكس فوا بي شنو كيعني لنا، ولا فوا بي. فوا بي شنو كيعني؟ يعني كيعني لنا أن تساوي زيرو ولا بي كتساوي زيرو. يعني الخاصية شنو هي؟ ملي كتكون عندنا هنا واحد فوا بي كتساوي لنا الزيرو، هذا ايكيفالون شنو هو؟ أن راه كتساوي الزيرو ولا و بي كتساوي الزيرو، يعني وحدة فيهم كيساوي الزيرو. صافي هادي تفهموا بها. المهم نشوفوا ليكزومبل هنا شنو غندير. يعني هنا عندنا اكس تكافئ لينا، ندير لكم هاد التكافؤ. نبداو هنا اش كتكافئ لنا ان اكس هادي هي وهادي هي بي اللي شفنا بوحدها في هذاك ليكزومبل. اكس زائد بي إيكالا زيرو، اولا سي اكس زائد دي إيكالا زيرو. دابا شنو غنديرو؟ هادي اللي شفنا المعادله اللي شفنا اول وحده هي هادي اكس زائد بي إيكالا زيرو سي، يعني الحل ديالها راه باين. يعني نقدر نكتبها مباشره ملي تولي ناضي تكتبها مباشره اللي هي اكس هاد بي تحولها للطرف الاخر هي ناقص بي وكتقسمها على هذا الحل الاول اللي هو اكس. تقدر تسميه اكس ماشي مشكل. وبالنسبه لهنا السي فوا اكس زائد دي حتى هي نفس الشكل ديالها، غير ترومبلاصات بالسي ودي ترومبلاصات بي. يعني الحل اللي هو اكس دو دي نحولوها للطرف الاخر تولي عندنا هي ناقص دي على السي. صافي دابا انا نجيو بمجموعه الحلول اللي هي شنو هي تساوي لنا هي ناقص بي على ناقص دي على سي. نشوفو دابا ليكزومبل. ناخدو 5 إكس زائد 3 عامل ل 6 إكس زائد جوج، هاديك تساوي الزيرو. الحل ديالها شنو هو؟ نفس الميثود. هادي إيكيفالون أن 5 إكس زائد 3 تساوي لنا الزيرو، أولا 6
إكس زائد جوج تساوي لنا بزاف. إيكيفالون عاوتاني 5 إكس زائد 3 الحل ديالي يعني 3 نحولوها للطر، يعني بقيتي غتمشي بهم تدريجيا، بغيتي دير المراحل كاملين. إلا فهمتيها في الأول تقدر تكتبها ديريكت اللي هي فهمتي الأولى يعني دير إكس 3 تحولها للطرف الآخر اللي هي ناقص 3 و5 كتهبط على تقسم عليه هي ناقص 3 على 5. وهنا ميم ميثود اللي هي إكس كتساوي لنا جوج تحولها للطرف الآخر اللي هي ناقص جوج و 6 تهبط على تحت تقسم عليه هي ناقص جوج على 6. بالنسبة لمجموعة الحلول اللي هي إس إيكالا ناقص 3 على 5 وناقص جوج على 6. المهم حتى هنا باينين. دابا نشوفوا واحد النوع آخر ديال المعادلات اللي تكون يعني حدودية من الدرجة الأولى لا حدودية من الدرجة الأولى اللي كتسمى اللي فيها الكونسيون. بلاتي نشوفوا ليكزومبل ثاني. هاد الحل ديال هاد المعادلات راه هو ساهل يعني ما صعيب ما والو، غير هنا ركز مزيان. هنا كيتزادك واحد الشرط اللي هو مهم. شي انت ملي غتلقى الحل كينتميش يعني ما كيساويش هذاك الشرط يعني خارج على داك الشرط، راه المعادله ما فيهاش الحل يعني ما عندهاش الحل. ولكن الا لقيتي يعني كيمشي مع داك الشرط يعني كيحقق هذاك الشرط يعني الحل هو هذا. الا لقيتي هذاك الحل ردوا مع البلدي راه مهم. شحال من واحد كيتقولوا فيها الدراري كتلقاو ناضي يعني 90% ديال الدراري كيتقولوا فيها هذا. يعني هادي خصك تخدم مع عقلك وترد مع البال اللي هي النوع الثالث شنو هي ا اكس زائد بي مقسومه على سي اكس زائد ايكالا زيرو. بالنسبه للحل ديال هاد المعادلات اولا كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا شناهي داله جذريه يعني حدوديه على حدوديه. هنا باش يعني الشرط اللي خاص يكون هذا المقام كيخالف بزاف وكش حطيتها هي في المعادله يعني في الحل ديالها. يعني شنو هو الحل ديالها اللي هو اللي هي هاد ا اكس زائد بي تساوي لنا الزيرو اي. هنا كنديرو اي شنو هو خاص هذيك سي اكس زائد دي. لاحظتوا هنا ملي كان عندنا الضرب درنا او وكان عندنا الكسر درنا اي. لاحظتوا هاد اللعيبه ولا لا؟ يعني هنا اس سي دو اكس زائد دي خاصها شنو مالها تخالف لينا الزيرو. نجيو نكملوا الحل. بالنسبه لهذه راه باينه شنو يعني غنحطوها ديريكت هنا اللي هي اكس بي نحولوها للطرف الاخر اللي هي ناقص بي. لا اي شنو خاص يكون عندنا؟ خاص يكون عندنا سي. هذه شيء نفسها يعني تخالف راه هي نفسها يعني دي نحولوها حتى هي للطرف الاخر والسي نقسمو عليها تولي عندنا هي اكس كتخالف لينا ناقص دي على السي. المهم حتى هنا مزيان. بالنسبه للحل ديال هذه المعادله راه هو هذا ياك. وهذا الشرط هذا الشرط يعني تقدر تكتبو على شكل مجموعه التعريف اللي غيكون فيها الحلول. هنا هي اكس ايكال ناقص بي على ا. هذه ها هي. وهنا هذه غتحولها على شكل يعني شنو خاص هذا الحل اللي هو اكس خاص يكون كينتمي لينا الار موان نحيدو منا ناقص دي على السي. ردوا مع البال. هذه هي الميثود كيفاش تحل هذه المعادله. يعني اكس خاصها تكون كتنتمي لينا الار ناقص يعني محيدين منا موان دي على السي. الا لقيتي حتى هاد موان بي على ا كتساوي يعني هذا الحل هاد اكس كيساوي لنا هذا اللي هنا اللي خاصنا نحيدو. يعني سيتادي غنشرحها لكم هنا. لقيتي ان الحل باغ اكزومبل نسميه انا الفا يعني الفا فوا ا بليس بي هذا كيعطينا زيرو الفوق ياك. ولا عوضتي حتى لتحت يعني هاد الفا فوا اكس بليس دي حتى هو كيعطينا زيرو يعني لقيت الحل يعني الفوق. الا كان هذاك يعني هاد الفا يعني الفا كينتمي لنا هنا يعني راه المعادله ما عندهاش حل. فهمت ولا لا؟ يعني كيعطينا في المقام زيرو ما يمكنش يكون هنا زيرو في المقام وحنا عندنا داله لا جذريه. المهم حتى هنا واضح. بالنسبه لمجموعه الحلول اللي هو الحل اللي عندنا اس
اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا هي ناقص بي على، لاحظتوا ولا لا؟ ندير لكم كونديسيون، يعني خاص خاص هاد اكس، ها هو الكونديسيون، خاص ان هاد اكس كينتمي من هاد المجموعه الثانيه، يعني هاد الشرط اللي كاين. شوفوا ليكزومبل، ناخذ واحد ليكزومبل اللي هو ناخذ 7 اكس زائد 3 على 6 اكس ناقص 1. هذا اش كتساوي لنا؟ صح، يعني الحل ديال هاد المعادله نسميها انا او، باش تسهل عليا نديرو او ايكيفالون. اش كتكافئ لنا هاد او؟ ان 7 الاول خصو يكون كيساوي 0، يعني 7 اكس زائد 3 ايكالا 0. اي ردوا البال حيت عندنا كسر، يعني تكون اي 6 اكس ناقص 1 مالا خصها تكون كتخالف لنا الزيرو. ايكيفالون الحل ديال هادي شنو هو؟ اللي هو اكس اش يساوي لنا؟ 3 نحولوها للطرف الاخر غتولي عندنا هي ناقص 3 نقسموها على 7 اللي هي ناقص 3 على 7. اي اكس مالا جاي نفس الميثود، يعني كش خالف لينا هاد واحد نحولو للطرف الاخر يولي عندنا هو زائد 1 نقسموه على 6. كافئ لينا عاوتاني ان اكس ايكالا ناقص 3 على 7. اي اكس مالا خاصها فين كتكون تنتمي، هادي تحولها على شكل الانترفال ولا مجموعة التعريف اللي هي اكس كتنتمي لنا لار ناقص 1 على ناقص ار نحيدو منها 1 على 6، يعني مجموعة ار كاملة، يعني مجموعة الأعداد الحقيقية محيدين منها 1 على 6. إلا لقيتي هاد الحل، شو هنا لاحظوا الحل كيخالف لنا 1 على 6، إذا هذا هو الحل. إلا لقيتي حتى هنا 1 على 6 ياك، إذا المعادلة راه ما عندهاش حل، ما يمكنش أن واحد، حيت إلا عوضتي واحد، حيت إلا عوضتي 1 على 6 هنا ياك، هنا يعطيك زيرو لتحت زيرو، ما يمكنش يكون زيرو. ردوا البال، قياس مجموعة الحلول شنو هي؟ هي ناقص 3 على 7. دابا نشوفوا آخر ليكزومبل ديال المعادلات. هاد ليكزومبل تا هو بزاف ديال التلاميذ كيغلطوا فيه، يعني بزاف، يعني لا باز راه هو هذا. الا فهمتي هاد الشيء يعني شديتيه مزيان راه غتمشي مزيان. انت ما كتعرفش تشوف المعادله، يعني راه الماط راه هو المعادلات وحسن. زين نشوفوا ليكزومبل الثالث الرابع دابا، اللي هو اكس او كاري ايكالا. يقول لك حل لي هاد المعادله اللي هي اكس او كاري ايكالا. يعني كيفاش غنحلوا هاد النوع ديال هاد المعادلات؟ اول حاجه ملي كيكون عندنا الكاري كندخلوا الجذر، هذه باينه ياك، غنجيو بحال هكا اكس او كاري ايكالا ا. اش كافئ لنا شنو هو؟ ان غندخلو هنا الجذر باش نحيدو الكاري، حيت حنا بغينا اكس، ولا عندنا هي اكس او كاري جذر اكس او كاري ايكالا جذر دو ا ياك. هنا كاين واحد الكونديسيون على ا خاصها ضروري تكون موجب اكبر قطعا من الزيرو باش يمكننا ندخلو الجذر، حيت مجموعة التعريف ديال لوراسين هي من زيرو حتى البليس لانفيني الزيرو داخل. المهم هادي باينة. نجيو عاوتاني دابا لقينا هادي ان ا خاصها تكون موجبة اوبليغاتوار. دابا هنا ملي كتبغي تحيد هنا الجذر ديرو هنا اتونسيون، هنا بعدا كيردوا البال في هادي. هنا ملي غتبغي تحيد الجذر دير الفالور القيمه المطلقه، حيت حنا اكس ما عارفيناش، اكس كتنتمي لان اكس تقدر تكون موجبه تقدر تكون سالبه، يعني ملي كتبغي تحيد الجذر كدير القيمه المطلقه ديال اكس كتساوي لنا هي الجذر دو ا. دابا نكملوا الحل. دابا ملي كدير القيمه المطلقه دو اكس، القيمه المطلقه ملي كتبغي تحيدها فيها جوج حالات. الحاله الاولى اما اكس، يعني اكس ايكالا الجذر دو ا، او لا اكس ايكالا ناقص الجذر دو ا. المهم هذه باينه. بالنسبه للقيمه المطلقه نفكركم بها، ملي كتبغي تحيد يعني القيمه المطلقه دو ا ولا ديال اكس اش كتساوي لنا؟ فيها جوج حلول، اما كتساوي لنا اكس ياك، الا كانت كونديسيون هنا تيل ان اكس راه موجبه ياك، وكتساوي لنا ناقص اكس الا كانت اكس سالبه. المهم هذه باينه ياك.
هنا في هذه الحاله حنا اكس كاع ما عارفين، غنديروا الحالات بجوج، يعني اكس الا كانت موجبه غتساوي لي جذر ضوء ا ياك، والحاله الثانيه اكس الا كانت سالبه، الحاله الثانيه شنو هي؟ الا كانت اكس سالبه غتساوي لنا ناقص اكس. هنا درنا ناقص اكس وحولنا للطرف الاخر اللي هي ناقص جذر ضوء. كملوا الحساب. هادشي كي امبليك ان، المهم هذا هو الحلول. نعاود نكتب لكم هذه راه مديناش، هي اكس جذر ا اولا اكس تساوي لنا ناقص جذر ضوء. مجموع هاد الحلول هنا غيكون عندنا جوج حلول اللي هي اس فيها جذر ضوء ناقص جذر ضوء. هنا من الافضل تكتب العدد الصغير هو الاول، يعني هنا من الافضل نكتبو هنا ناقص جذر ضوء وهنا عدد زائد جذر ضوء. المهم هادشي باين، الا فهمتي هادشي راك ناضي. بون نشوفو دابا ليكزامبل. ناخدو هنا اكس او كاري، با اكزومبل نديروها كتساوي كاع 4. اكس او كاري ايكال 4 تكافئ لينا ان اكس او كاري الجذر ديالها مالو كيساوي لنا الجذر ديال 4. كيكافئ لنا هادشي ان جذر اكس او كاري قلنا غتخرج بالقيمه المطلقه، ياك. حتى في لي ليميت الا بغيتي تخرج شي عدد من الجذر دير القيمه المطلقه ردوا البال. المهم هادي راه مهمه بزاف، يعني غتلقى في لي ليميت تكون في الحساب باش بغيتي تبسط ولا تبغي تعمل يعني تخرج اكس من الجذر تخرجها بالقيمه المطلقه، تاك تفيريفي واش اكس يعني شي لنا واحد العدد موجب ولا عدد سالب. دابا هنا غنجيو هنا هي فالو ابسولي كتساوي لنا جذر 4 شنو هو؟ راه هو جوج، اللي هي 4 او كاري جوج موجب يعني الجذر غيمشي. اش كافئ ان اكس تساوي لنا جوج اولا اكس ايكالا ناقص 2. صافي هادو هما الحلول اللي خرجوا لنا اللي هما جوج. مجموعة الحلول واش كتساوي لنا هي ناقص جوج وجوج. المهم هادشي اللي كاين في هاد الحصة، ان شاء الله الحصة الجاية غنشوف فيها المعادلات من الدرجة الثانية، اللي غنسالي ان شاء الله المعادلات من الدرجة الثانية غنشوفوا كيفاش غنحلوا المعادلات، يعني جرافيك مو يعني هندسي كتحط في الامتحانات، يعني معادلة الحل ديالها كيعطيك واحد الرسم ياك، يقول لك عطيني حتى الحلول ديال الدالة اللي سميتها اف، هذا السي اف، كيف عطيني الحلول ديالها جرافيك، يعني ما كتحسب فيها على حساب الاول، تشوف غير بعينيك وكتعطي الحل. تحطات في امتحانات وطنية. وغنشوفوا جدول الإشارة، يعني كيفاش تحدد جدول الإشارة كيفاش تحل المتراجحات حتى هما. المهم اللي عجبو الفيديو يدير ابوني ولايك وتدعمونا وتشجعونا باش نوصلوا لكم الناس. الله يعاونكم.